حكاية قديس وشهيد. تعال نعرف من الأنبا ميخائيل المتنيح مطران أسيوط. اتولد الأنبا ميخائيل في قرية الرحمانية مركز ناجي حمادي محافظة قنا يوم 4/7/1921 باسم متياس حنا، وكان محبوب جدا ما بين الناس. ولما كبر كان دايما هو بيذاكر بيسمع صوت بيقوله النجاح ليس في هذا العالم، وفي وقتها قرر ان هو يذهب للدير ويترهبن، وكان عمره 18 سنة. وذهب لدير الأنبا مقار وترهبن سنة 1939. ولما أهله كانوا بيبحثوا عنه ومش عارفين مكانه فين، وصل له الخبر في الدير، فأرسل خطاب يقول لأبوه إن أنا آسف يا أبي وما تزعلش مني، أنا كنت بسمع صوت دايما يقول لي النجاح ليس في هذا العالم، وأحب أطمنك عليا أم النور العذراء مريم وماري جرجس ما سابونيش غير لما دخلت باب الدير، كانوا معايا طول السكة. وبعدها فرح بابا إن هو اترهبن وسابه في الرهبانة عادي وكمل مسيرته، واترهبن باسم متياس المقاري. وفي يوم 25 أغسطس 1946 اترسم أب أسقف، وفي وقتها كان محافظ جدا على النظام، لكن كان في الوقت ده النظام السعيد إن لما يموت الميت لازم الأب الأسقف يروح معاه لغاية المدافن علشان يدفنوه، لكن هو ما كانش حابب كده، وكان دايما يقول إن الأب الأسقف جاي علشان الأحياء يوصلهم لربنا مش علشان الميتين. وبعدها وضبوا دير المحرق والبيوت اللي جنب الدير، وكان سيدنا ساعتها بيساعد معاهم زي أي عامل بيشتغل معاهم. وفي سنة 1980 كان في وفد من المجمع المقدس رايح للسادات، فكان هو معاهم. ولما راح للسادات كان بيتكلم بكل شجاعة واحترام، لكن السادات اتضايق منه ورد عليه وقال له هو للأقباط نفوذ في مصر، بس هو كان بيكلمه برضه بكل شجاعة ومن غير أي قلق ولا خوف. وفي يوم راحوا ليه ولاد أخوه علشان ياخدوا بركته وياخدوا بركة الدير، لكن كان في الوقت ده الدير مقفول وما كانش مسموح إن هو يدخله، فقال لهم انتوا زيكم زي أي حد، ما ينفعش أدخلكم وباب الدير مقفول، أنا ما ينفعش أفتح لكم، ولا مش عشان انتوا ولاد أخويا هفتح لكم الدير، النظام يمشي على الكل. فراحوا رجعوا بعد كده وما دخلوش الدير. وكان دايما ماشي بنظام قبل ميعاد فتح باب الدير محدش يجي، واللي هيجي مش هنستضيفه ومش هندخله، والنظام ده كان بيمشي معاه على القريب والغريب. والأنبا ميخائيل كان مشهور بمقولة دايما يقولها يا رب سلام. وتنيح الأنبا ميخائيل يوم الاثنين 24 نوفمبر 2014 وكان عمره 93 سنة، وبركة شفاعته تكون معنا، ربنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.